السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بالف خير. مبدئيا كده انا مش عايزه اي حد يزعل مني في كلامي المره دي او في الفيديو ده او في الموضوع اللي هتكلم فيه عامه. مبدئيا كده يا جماعه، والكلام ده انا قلته كذا مره، انا مش عايزه حد يجي في قناتي يتكلم ويسالني عن اي حد، لا قريب ولا غريب. تمام؟ ندخل بقى في الموضوع بتاعنا. امبارح انا كنت عامله لايف، اللايف ده كان معظم اللي داخل بيتكلم على موضوع ما معين، ومن كتر الاسئله ومن كتر الحاجات اللي كانت عمالين يتكلموا فيها، انا قلت لهم انا هقفل، لان انا اتخنقت بصراحه. كملنا اللايف مفيش مشكله، وقلت كلمتين، والكلمتين ما شاء الله سعاد قالت وقالت وقالت وقالت. مبدئيا انا عايز اعرف سعاد قالت امتى او باحت امتى بموضوع الخمور ده؟ امتى انا قلت ان احنا بنشتري وبنهادي وبنعمل كل الكلام ده؟ انا كل اللي قلته في اللايف امبارح، اللهم صل على النبي، قلت يا جماعه ممكن حد يكون جاي من المطار، اقول له هات لي معاك قروستين سجاير. قروستين دول يعني اللي هي علبه بتاعت السجاير الكبيره اللي فيها 10 تقريبا، ويجيبهم ما يكونوش ليا. مش شرط ان انا جبتهم ان انا شربتهم، يعني انا لا بشرب سجاير والكلام ده، لا. ممكن اكون هجايبهم لحد او حد طلبهم مني، ودي على فكره حاجات وارده وحاجات بتتكرر كتير قوي. تمام؟ انا بقى لا قلت احنا بنشتري خمور ولا بنبيع خمور ولا بنتاجر في الخمور ولا الكلام الفارغ اللي بيتقال ده كله، ولا صرحت لحد ولا قلت بناء عن كلام حد من اخواتي ولا حد من اهلي ولا الكلام ده. اتقوا الله شويه في الكلام اللي انتوا بتقولوه. مش كل كلمه سعاد تقولها تتحول تبقى 360 درجه تانية، تبقى حاجه تانية خالص. انا اتكلمت على حاجه، الناس داخله بتقول لي ايه رايك في كذا، قلت لهم يا جماعه انا اصلا لا كنت شفت فيديوهات حد ولا بسات حد ولا شفت صور. واحده بتقول لي صوره اخوك، قلت لها صوره ايه؟ عشان انا اصلا ما بقتش اتابع بصراحه اللي بيحصل في اليوتيوب، المهزله اللي بتحصل بمعنى اصح. تمام؟ مش عايزه كل كلمه سعاد تقولها يبقى سعاد قالت واعترفت معرفش على مين. اعترفت يعني ايه يعني؟ عشان ابقى فاهمه بس. انا عايزه بس حد يمسك اللايف اللي انا عملته امبارح ويطلع منه كلمه ان احنا بنجيب كذا للناس او بنجيبها نتاجر فيها او بنجيبها نبيعها. عايزه بس الكلمه دي تطلع، عايزه الكلام ده يطلع. بالله عليكم، بالله عليكم بطلوا اللي انتوا بتعملوه ده. وكلام مش موجه للناس كلها، موجه لناس معينه، لان انا لقيت النهارده كميه هجوم في التعليقات عندي وشتايم وقله ادب وفيديوهات اتعملت عليا على الموضوع ده، وانا اصلا ما طلعتش اتكلمت في حاجه. انا كنت بتكلم في لايف وطالعه بتكلم مع المتابعين اللي بيدخلوا دايما عندي وبنحب نتكلم ونفضفض، حتى لو بنقول اي كلام ملوش اي لازمه، بس احنا مبسوطين ان احنا متجمعين وبنتكلم. اتكلمت قلت كلمتين، والكلمتين دول انا الناس تقول لي اصل انت جيتي قلتي مش عارفه ايه، والناس كانت قالت معرفش ايه. انا لا حددت لا خمور ولا عطور ولا اي حاجه. فبلاش تقولوا بقى ده هي اعترفت على معرفش مين، اصل هي معرفش. بعد اذنكم، بعد اذنكم يا جماعه، طلعوا سعاد من دماغكم. سيبوا سعاد في اللي هي فيه، محدش حاسس باللي انا فيه، محدش حاسس باللي انا عايشاه، محدش حاسس باي حاجه خالص. يمكن الناس اللي بتتكلم دي انا حاسه ان هم مش حاسين بنفسهم، بيتكلموا وخلاص. بعد اذنكم، انا مش عارفه هفضل اقول بعد اذنكم لحد امتى. امبارح انتوا دخلتوا القناه عندي، يعني سالتوا على كل الناس، سالتوا على كل عيلتي. انا مش عايزه حد يسال على حد عندي. كل واحد مننا عنده قناه، ماما عندها قناه، اخويا عنده قناه، اخواتي كلهم عندهم، كل واحد عنده قناه. انا لما بغيب او بتعب او بيحصل لي اي داهيه، محدش بيخش عند اخواتي يقول لهم سعاد عامله ايه ولا سعاد فين. صح ولا غلط؟ فبعد اذنكم، سعاد ليها قناتها خاصه بيها، وسعاد مسؤوله عن نفسها وعن بنتين ملك وندى. اللي عايز يسالني عن نفسي يجي يسالني، يتفضل عندي في قناتي يقول لي ازيك عامله ايه وعيالك عاملين ايه، هرد عليه بكل ادب وبكل احترام زي ما انا متعودت من ساعه ما دخلت معاكم اليوتيوب من 5 سنين. انا لا غلطت في حد ولا طلعت قلت ادبي على حد ولا اتعاملت باسلوب وحش مع حد. اي نعم الاسلوب بتاعي اتغير عن الاول، بس بسبب اللي انا بشوفه، وبرضه مش بقلة ادب. انا بطلع ارد على الناس باسلوب انا ما بحبش ان انا اتكلم بيه، بس في نفس الوقت انتوا ما تجوش عليا، ما تقولنيش كلام انا ما قلتهوش، ما تعملوش حاجة او حوار لمجرد ان انا هعمل فيديو.
لازم ادخل اسم سعاد فيه؟ ده سعاد قالت وسعاد عادت كده، عيب على فكرة، عيب. انا ما قلتش اي حاجة اصلا. ماشي. انا مش عارفة بصراحة اتكلم اقول ايه تاني. انا مش عايزة اتكلم في اي مواضيع. انا ما صدقت ان انا نفسيتي ارتاحت شوية من ناحية اليوتيوب، من ناحية شغلي بمعنى اصح. انا معرفش ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه اللي بيحصل ده. مش عارفة. انا مش عارفة ايه اللي بيدور، ايه اللي بيحصل. مش عارفة ليه كل الناس بقت بتحب كده تنهش في بعضها، تتكلم عن بعضها، بقت تستبيح كل حاجة غلط. ليه كل ده؟ مفيش حاجة مستاهلة والله العظيم. ده الناس بتموت، الناس بتموت يعني. الواحد بينام ما بيبقاش عارف هيصحى تاني يوم ولا لا. يعني انا ابقى نايمة متكلمة على غيري، وانا كده ضميري مرتاح ونايمة ومبسوطة ومية مية، هنام ومش هقوم. ايه اللي انا استفدته لما ده يتكلم على ده، يتكلم على ده ويجيب سيرة ده ويجيب سيرة ده؟ انا لا بجيب سيرة حد ولا بتكلم على حد ولا عايزة حد يدخلني في حوارات. بعد اذنكم، اللي عايز يدخل عندي بعد اذنكم يدخل يعلق على الموضوع اللي انا متكلمة فيه، على سواء بقى روتين، سواء وصفة، سواء اي فيديو، حتى لو بس مباشر، يعلق عليا انا. لو انا في حاجة مش كويسة مش عاجباه او الكلام ده ينتقدها. لكن ما ينفعش ان انا ادخل قناة حد انتقد حد تاني. هو صاحب القناة ماله؟ هو مش مسؤول عن اللي انا بنتقده ده. كل واحد مسؤول عن نفسه يا جماعة. انا عندي 35 سنة واخواتي كلهم كبار مش صغيرين. يعني محدش يجي يقول لي اصل مامتك عملت، اصل اخوكي عمل، اصل اخوكي سوى. ما كل واحد مسؤول عن نفسه. هو انا لما بعمل حاجة غلط بتدخلوا تنتقدوهم هم وتشتموهم هم، ولا بتيجوا تشتموني انا؟ انتوا اولتوني كلام انا ما قلتهوش. اللايف موجود، انا ما حذفتش منه حاجه، موجود زي ما هو بكل اللي قلته. والناس اللي كانت حاضره اللايف يعني سمعت انا قلت ايه، وكان كلامي محدد في موضوع معين وقلت كلمتين. الناس اللي بتقول اصل ده اختها بتقول مش عارفه ايه وانت بتحللي، مش أنا بحلل ايه؟ بحلل ايه اصلا لما انا مش فاهم حاجه في الموضوع؟ انا مش فاهمه حاجه، والفويسات دي انا اول مره في حياتي اسمعها. والموضوع ده انا اول مره اعرفه، عشان الناس بتقول اصل هي كانت عارفه، هي كانت عارفه. اه انا كنت عارفه ازاي يعني؟ عشان ابقى فاهمه، هي كنت عارفه ازاي يعني؟ هفضل اقول تاني وتالت ورابع وعاشر. القناه اسمها سعاد جاد. سعاد جاد، سعاد، بس سعاد مسؤوله عن نفسها. بالله عليكم يا جماعه، عشان اقسم بالله انا حاسه ان دماغي بقت قد كده. محدش يدخلني في دوامات انا مش عايزه اخشها. محدش يدخلني في حوارات انا في غنى عنها. انا قافله بابي عليا ومع نفسي. عيالي مش موجودين، قاعده برضو مع نفسي، قاعده لوحدي. لا حابه ان انا اطلع في قناتي اعمل حوار او اعمل شو او اعمل ايا كان اللي هيتعمل عشان اجيب مشاهدات على القناه عندي. لا انا مش عايزه الكلام ده. انا بستكفي بالكام الف اللي بيجولي من المشاهدات اللي انا بشوفها دي. مش كام الف فلوس، لا يعني الكام الف مشاهده على الفيديوهات اللي بتجيلي دي انا راضيه، والحمد لله عليهم. بحمد ربنا عليهم وراضيه بيهم ومية مية وحلوين عاجبني. لكن محدش يدخلني في حوارات لمجرد بس ان هو عاوز مشاهده لاسمه او مشاهده لقناته او مشاهده للفيديو بتاعه. بالله عليكم يا جماعه ما تدخلونيش في اي حاجه انا في غنى عنها. انا مش عايزه ادخل نفسي في حوارات، مش عايزه ادخل نفسي في مشاكل. وبلاش ان انتوا توقعوا ما بين الاخوات. يعني على فكره عشان اللي انتوا بتعملوه ده كله برضو مش هنوقع في بعضنا. احنا اخوات برضو في الاول وفي الاخر، وعمر الدم ما يبقى ميه. فما تحاولوش ان انتوا تلعبوا في حته ان هم اخوات وكلمه من دي هتلاقي دي اتخانقت معاها، هتلاقي دي جابت سيره دي، هتلاقي دي شتمت في دي، هتلاقي العيله مسكت في بعضها. لا، بعد اذنكم، للمره الاخيره بعد اذنكم بالله عليكم، انا مش عايزه حد يدخل عندي يقول لي انا عايز رقم اختك او رقم اخوكي او رقم امك، او عايز اوصل لفلانه لا يا اختي مثلا، او فلان اللي هو اخويا، او فلانه معرفش مين. هعملك بلوك او هتجاهل تعليق خالص. حلو كده. لكن انا لا عايزه حد يدخل يشتمني، ولا عايزه حد يدخل ينتقد مثلا حاجه فيا، في شكلي مثلا، في الكلام ده. لا الكلام ده خلقه ربنا، ربنا خلقني كده وانا راضيه بشكلي وراضيه بهيئتي وراضيه بكل حاجه الحمد لله. اللي عايز يخش ينتقد ينتقد المحتوى ده، المفروض من الادب. انا مش عاجبني المحتوى ده بقول انا مش عاجبني كذا، انت عملتي كذا غلط، وبتكلم بادب. لقيت اللي انا بنتقد ده رد عليا بقله ادب، ساعتها بقى انا حره ارد بقله ادب، بقى ارد بادب. لكن مش اجرحه من اول مره وارد واكتب له تعليق يعني وحش
ويحرجه وقلة ادب عليه يعني، والكلام ده كله ما ينفعش. عيب يا جماعه، احنا مش صغيرين، احنا مش صغيرين. ده الدنيا بايظه خالص. الواحد بينام اقسم بالله بيبقى عارف، مش عارف هيصحى هيصحى تاني ولا مش هيصحى. عيب. اتقوا الله شويه وخرجوا سعاد من دماغكم بعد اذنكم. في الاول وفي الاخر انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اي حد يتكلم عن حد، واي حد يجيب سيرة حد بكلام مش صح او بكلام غلط، واي حد يدخل يتكلم عننا واي حد يجيب سيرتنا، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. مش عايزه حد يزعل مني من الكلمتين اللي قلتهم. انا داخله الفيديو، شغلت الفيديو مش محضره كلام اقوله. انتوا لو لاحظتوا في كلامي هتلاقوا ان انا مش عارفه اجمع كلام، لان انا زعلانه ومخنوقه من اللي انا بشوفه، زعلانه ومخنوقه من الكلام اللي بيتكتب لي. محدش ليه حق ان هو يدخل يشتمني، محدش ليه عندي حاجه عشان يدخل يشتمني. عامه يا جماعه انا مش عايزه حد يزعل مني، وسلام عليكم.